مساء الفل. النهارده هنتكلم على اهم الانتقالات الاوروبيه اللي حصلت في الفرق اللي احنا بنحبها وبنشجعها بعد ما الميركاتو قفل. بس قبل ما نبدا في اي حاجه، لايك وشير وسبسكرايب. يلا بينا. ونبدا مع زعيم اوروبا ريال مدريد اللي قدر يخطف صفقه القرن كيليان امبابي. سنتين بيحاول مع بيريز، وبيريز بيحاول مع باريس سان جيرمان ان هو يخطف منهم اللاعب، لحد ما قدر ان هو ياخد كيليان امبابي مجانا. اغلى قيمه تسويقيه في العالم راح لريال مدريد مجانا. وفي الصفقه الثانيه قدر ان هو يجيب اللعيب اندريك، لعيب صغير في السن، مهاجم هيبني عليه للتاريخ. الجمهور كل سنه بيبقى طمعان في 5 أو 6 أو 7 صفقات لانه فريق كبير، ولكن بيريز بيجيب صفقه او 2 وبياخد بيهم بطولات. الدنيا جميله. ومن ريال مدريد ننقل على اقليم كاتالونيا في برشلونه. الناس في برشلونه تعبانين جدا في موضوع الصفقات ده، بيحاولوا يعملوا صفقات بس مشكله الرواتب عندهم مأيدهم جدا، فهم قدروا ونجحوا ان هم يجيبوا داني اولمو من لايبزيج الالماني في صفقه ممتازه جدا للفريق هتقدر تساعدهم في الفتره الجايه. ومن برشلونه هنروح على اتلتيكو مدريد اللي قدر ان هو يعمل صفقه انا شايفها من اعظم صفقات الموسم ده، جوليان الفاريز من مانشستر سيتي. صفقه ب 75 مليون يورو، بس جوليان الفاريز لعيب كبير جدا جدا جدا، قدر ان هو يحقق كل البطولات مع الانديه اللي شارك فيها ومع منتخب بلده. كمان قدر يتعاقد مع جاراجر من تشيلسي، لعيب في نص الملعب، سنه صغير، لعيب كويس جدا بيلعب منتخب انجلترا. اتلتيكو مدريد السنه دي عاملين صفقات هتفوقهم جدا عن الموسم اللي فات. ونخرج من الدوري الاسباني نروح لاعظم دوري في العالم، الدوري الانجليزي، ونبدا بمانشستر سيتي اللي قدر يتعاقد مع الجناح البرازيلي سافينهو من جيرونا، لعيب صغير في السن بيلعب بشماله، بيرجع تاني فكره رياض محرز، لعيب بيلعب بشماله بيضم لجوه وبيسدد او بيعمل اوفرات، ده بيفرق جدا في طريق جوارديولا. وقدر ان هو يرجع جندوجان بعد رحله اسماعيليه رايح جاي اللي حصلت مع برشلونه ومانشستر سيتي. الراجل السنه اللي قبل اللي فاتت كان في السيتي، راح لبرشلونه، قعد سنه في برشلونه وبعد كده رجع تاني مانشستر سيتي. ونخرج من السيتي نروح لليونايتد بعد هيكله كبيره اداريه، غيروا المدير التنفيذي والمدير الرياضي للنادي، وقدروا يتعاقدوا مع لعيبه كويسه جدا الفتره اللي فاتت. جابوا مزراوي وديليخت من بايرن ميونخ، ودي صفقه في الدفاع هتفرق جدا. مزراوي بيلعب باك يمين وباك ليفت، وديليخت لعيب كان البوتنشال بتاعه عالي جدا، فجأة انهار شوية بس بيحاولوا يرجعوه. كمان من ضمن الصفقات الدفاعية لينيورو اللي العالم كله كان بيتكلم عنه وكان بيحاول يخطف الصفقة دي، لكن مانشستر يونايتد قدر ان هو يتعاقد معاه لمدة 5 سنين. وفي نص الملعب قدر ان هو يجيب اوجارتي، لعيب من باريس سان جيرمان، لعيب كويس جدا بيتحرك تحركات وبيطلع الفرقة من تحت بشكل كويس، لان كاسيميرو الموسم اللي فات ما كانش قادر يعمل الحتة دي، فهو جاب اوجارتي ان هو يطلعه بالكوره ويحركه في وسط الملعب. وفي الهجوم قدر ان هو يتعاقد مع زركيزي، مهاجم هولندي سنه صغير، مع هويلاند اللي انضم للفريق السنه اللي فاتت، بقى كده عنده 2 مهاجمين كويسين جدا يقدر يبدل ما بينهم. ونطلع على الفريق اللي كان بينافس الموسم اللي فات لاخر جوله على الدوري، ارسنال، اللي قدر ان هو يتعاقد مع ديفيد رايا بشكل دايم ويفعل بند الشراء في عقده. وكمان تعاقد مع الحارس نيتو من بورنموث على سبيل الاعاره. في الدفاع جاب كالافيوري، مساك بيلعب برجله الشمال، برضه من المدافعين اللي لمع نجمه في الفترة الأخيرة، وكانت فرق كبيرة بتحاول إن هي تخلصه، لكن أرسنال قدر إن هو يتعاقد معاه في صفقة مبهرة جدا في الدفاع. وفي نص الملعب قدر إن هو يتعاقد مع مورينو من ريال سوسيداد. مورينو كان مؤثر جدا في أداء منتخب أسبانيا في اليورو، وكان فارق معاهم جدا في نص الملعب. والصفقة الأغرب في تاريخ الدوري الإنجليزي لحد الآن من ساعة ما شفته، رحيم ستيرلينج، لعب ليفربول، لعب تشيلسي، لعب سيتي، وبيلعب أرسنال. هو عمل إيه لكل ده؟ يعني ايه اللي وصله ان هو يلعب للاربع فرق دول؟ صفقه غريبه جدا محدش فاهمها. كان عندك لعيب كبير جدا بتدور عليه وبتحاول ان انت تجيبه، فيكتور اوسيمين، اتفوضت وما قدرتش ان انت تجيبه، وفي الاخر بنلاقي لعيب بالامكانيات دي بيروح الدوري التركي في جالاتا سراي. بصراحه انا مش فاهمها. وبما اننا في لندن نروح لتشيلسي اللي حرفيا جابوا عربيه نص نقل محمله لعيبه بالمدرب بتاعهم. لا يا جماعه صعب قوي والله، قول 13 لعيب انا مش هعرف احفظهم، ايه ده كله؟ بيدرو نيتو من ويلفرهامبتون، جواو فيليكس من اتلتيكو مدريد، تيسبري هال من ليستر سيتي، يورجنسن من فياريال، مايك بيندرز من جينيك، انسليمينو من بيكا جونيور. طبعا انت كده فاكرنا خلصنا، لا لسه. ادربايويو من فولهام، سانشو اعاره من اليونايتد، مارك جويو من برشلونه، ريناتو فيجا من بازل، كاليب ويلي من اتلانتا، كليمان من استون فيلا. هو في يا جماعه انتوا فاكرينها بالكيلو؟ لا ده فريق وبيحاول يعمل فريق اساسي وفريق احتياطي. هو المدرب ده هيعمل تشكيله ازاي؟ عموما انتوا السنه اللي فاتت ما خلصتوش من ابو تريكه، بس السنه دي مش هيحلكم. خلصنا من كميه الصفقات دي والقلق اللي عامله تشيلسي، نروح لتوتنهام اللي اتعاقد مع 4 صفقات. البسيط والسهل منه اودوبورد وبرجفال ولعيب كوري اسمه يوكي يانج. احنا بنحب اللعيبه الكوريين وعندنا سون وعارفينهم وحافظينهم.
وفي صفقه المهاجم قدروا ان هم يتعاقدوا مع دومينيك سولانكي، مهاجم يضمن لك اكتر من 20 جون في الموسم وهيفرق جدا مع توتنهام. ليفربول بقى، وبصوا بقى يا جماعه، صفقات احنا ما بنعملش، شراء ما بنشتريش، فلوس ما بندفعش. طب انت عايز ايه؟ جبت ارني سلوت المدرب الهولندي، مدرب ليه سيره ذاتيه كويسه، لكن تروح تتعاقد مع حارس مرمى جورجيا ماماردشفيلي وتسيبه لفريقه اعاره؟ ده مش طبيعي، لان انا مش في احتياج لحارس مرمى، انا كنت محتاج مدافع وخط وسط، انت لا جبت مدافع ولا خط وسط. وفي صفقه غريبه شويه في رقمها لكن في قيمه اللعيب عالي، كييزا من يوفنتوس، لعيب ب 12 مليون يورو، تحس ان انت شاري لعيب عنده 15 سنه، سعره قليل جدا بامكانيات عاليه جدا. يمكن الاصابات فرقت معاه الفتره الاخيره، لكن لو الاصابات بعدت عنه هتشوف لعيب مبهر. بس حاسسك اتكلمت عن ليفربول بقلب قوي يعني. الانتماء يا ياسر. ونروح بقى لزعيم المانيا اللي قدر يجيب صفقتين من الدوري الانجليزي انا شايفهم ممتازين. جواو بالينيا في نص الملعب، اللعيب ده ليفربول كان بيحاول معاه لمده سنتين، بايرن في نص ساعه مضاه. مايكل اوليسيه من كريستال بالاس، لعيب بيلعب وينج يمين، كان بيلعب مع منتخب فرنسا الاولمبي قدام منتخب مصر في الاولمبيات الاخيره. وعلى ذكر فرنسا نروح للدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان اللي قدر يتعاقد مع جواو نيفيز وويليام باتشو. ويليام باتشو ايه اللي حصل؟ ماسك الكوره مش عارف. استنى بقى عشان انا بحب بسترجع القفله. وبكده نكون قلنا اهم الصفقات الاوروبيه اللي حصلت السنه دي في الفرق اللي احنا بنحبها وبنشجعها. انا ديبو وده ما لعبتش كوره.